وقبل ما نبتدي يا أصحابي عايزاكم تروحوا بسرعة تعملوا سبسكرايب للقناة، وكمان تعملوا لايك للفيديو عشان ينتشر، وقولوا لكل أصحابكم على القناة، قناة حواديت أنتي لومي. ويلا بسرعة نشوف حدوتة النهاردة بعنوان إيه. حدوتة النهاردة يا أصحابي بعنوان تعلوب وفراخ المزرعة. كان يا مكان، كان في زمان ثعلب صغنن عايش في غابة بعيدة بعيدة. الغابة دي كان في جنبها مزرعة فراخ، ليها صاحب كده طيب وجميل خالص بيحب الفراخ بتوعه وبيأكلهم وبيراعيهم. لكن تعلوب كان دايما يتسحب بالليل ويروح الغابة دي علشان ياكل فرخة من الفراخ. ودايما صاحب المزرعة يصحى الصبح يلاقي فيه فرخة من الفراخ بتاعته الجميلة اللي بيحبهم مش موجودة، ويزعل قوي 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 يا أصحابي علشانها، ويقعد يدور عليها وفي الآخر مش يلاقيها، وهو مش عارف ايه اللي بيحصل. بيفتكر ان الفراخ دي ممكن تكون نطت من السور ومشيت بعيد بعيد من غير ما ياخد باله ومن غير ما تعرف ترجع تاني. وفي الوقت ده كان تعلوب في الغابة ماشي وبيفكر. أما يوم جميل بشكل، اليوم ده رائع، مش ناقصه غير حاجة واحدة بس، حاجة كده تخليني أشبع وجبة لذيذة، فرخة من فراخ المزرعة اللي هناك دي، اللي أنا حالا هتسحب وأروح علشان آخد واحدة منهم وأكلها. بس انت يا تعلوب دايما تروح بالليل عشان محدش يشوفك، لكن انا جعان جعان، هعمل ايه؟ هقعد كده امشي في الغابة وخلاص؟ لا، انا هقايس كده واروح علشان اخد فرخة واكلها. هيحصل ايه يعني؟ مش هيشوفني ولا حاجة صاحب المزرعة. واتسحب تعلوب يا أصحابي، وكالعادة راح عند الفراخ عشان ياخد منهم واحدة. والفراخ اتخضت جدا وقعدت تكاكي كتير كتير، وهو عمال يقول لهم بس اسكتوا هتفضحوني، صاحب المزرعة هيسمعني. ايه ده ايه ده؟ ايه الصوت اللي جاي من عند الفراخ ده؟ الفراخ بتاعتي عمالة تصوصو بصوت عالي، اكيد في مشكلة، ممكن يكون فار ولا حاجة دخل المزرعة. لما اشوف ايه اللي حصل. وجري بسرعة يا أصحابي عمو جميل صاحب المزرعة عشان يشوف ايه اللي بيحصل عند الفراخ بتاعته، وليه بتعمل صوت جامد وبتصوصو وكده. وقرب شوية شوية من عشة الفراخ، لكن المشكلة انه ملقاش فار ولا حاجة، ده لقى الثعلوب موجود جوه الفراخ وبيحاول يسرق واحدة منهم. انت بتعمل ايه هناك؟ تعالى هنا، انا ما كنتش عارف ان انت بتسرق الفراخ بتاعتي كل يوم. هو انت بقى اللي بتاخدهم؟ انت اللي كل يوم اجي الصبح الاقي فيه فرخة ناقصة؟ تعالى هنا، ده انا مش هسيبك ابدا، تعالى. ايه ده يا خبر ابيض، ده صاحب المزرعة شافني وعارف ان انا جاي اسرق الفراخ. انت الغلطان برضو يا تعلوب، انت الغلطان. قلت لك بيني وبين نفسك كده وانا بكلم نفسي ان الراجل ممكن يشوفنا وان انت تروح بالليل، بس انت كنت جعان ومشيت ورا بطنك يا تعلوب. اتفضل اهو شافك اهو، ويا عالم هيعمل فيك ايه عشان بتسرق الفراخ بتاعته. الحقنا يا عمو جميل، الحقنا يا عمو جميل، الثعلب عايز ياخد فرخة مننا، كل يوم كان بيعمل كده، واحنا كنا بنخاف نقولك علشان هو كان بيقول لنا انه هيموتنا كلنا لو قلنا لك، لكن انت جيت وشفت بنفسك. الحقنا، خلينا ياخدش اختنا، الحقنا يا عم جميل. ما تخافوش يا فرخاتي العزيزات، انا بالعصاية دي هجري وراه وهضربه واخليه يجري برا المزرعة غير مأسوف عليه، ولا هيقدر يقرب واحدة منكم بعد كده ابدا ابدا. ما تخافوش يا فرخاتي، تعالى هنا يا شرير، تعالى هنا. الحقوني، الراجل بيجري ورايا بالعصاية وعاوز يضربني، الحقوني. خلاص حرمت، انا مش هاجي هنا تاني، بس سيبني امشي ارجوك، انا مش هعمل كده تاني.
يلا يا جبان اخرج من هنا، اخرج بره المزرعة بتاعتي. انا بس هسيبك المرة دي، لكن لو شفتك هنا بعد كده مش هقولك هعمل فيك ايه، هخليك تشوف بنفسك انا هعمل فيك ايه. بره المزرعة بتاعتي، بره. الحقوني الحقوني الحقوني. شكرا يا عم جميل، شكرا علشان دفعت عننا وما خليتش تعلوب ياخد الفرخة اختنا وياكلها ويمشي بيها بعيد. كنا هنزعل قوي زي ما زعلنا على كل اخواتها الفرخات. لا شكر على واجب يا فرختي العزيزة، كلكم عندي غاليين وبحبكم كلكم. استحالة اسيب حد يعرضكم للخطر وياخدكم مني، استحالة. يلا روحوا بقى استمتعوا بالشمس الجميلة واستمتعوا بالعشب الجميل اللي عندكم في الحظيرة. كلوا واتبسطوا وعيشوا وهيصوا. يلا يا فرخاتي انا هروح اعمل اللي ورايا بقى في البيت بتاعي. باي باي يا فرخاتي العزيزات. باي باي يا عم جميل، باي باي. نشوفك بعد ما تخلص الشغل بتاعك، تعالى اطمن علينا. ومشي عم جميل يا أصحابي علشان يروح يدخل جوه البيت بتاعه ويشوف حاله بقى، ويشوف ايه الشغل اللي وراه طول اليوم، وهو مطمن على الفراخ بتاعته وعارف ان مفيش حد ابدا ممكن يضرهم، لان هو خلاص امنهم، وعارف ان الثعلب المكار ده تعلوب لا يمكن يقدر يقرب من المزرعة تاني بعد العلقة الكبيرة اللي خدها. وتوتة خلصت الحدوتة. اتمنى يا اصحابي ان انتوا ترجعوا مرات تانية كتير هنا في قناتي، قناة حواديت انتي لومي، عشان نحكي مع بعض حواديت ونتبسط مع بعض كلنا. واشوفكم في الحدوتة الجاية يا اصحابي. باي باي.